وحوي وكمان وحوي. أوجه يا ولاد أوجه يا ولاد أوجه يا ولاد أوجه يا ولاد أوجه يا ولاد. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين وفي احسن صحة واحسن حال. ربنا يعود عليكم كده الايام بخير. النهاردة بقى تعالوا بقى ايه، هنعمل شوية كده تفريزات حلوة قوي قوي، بسيطة وسهلة وهنعمل كميات حلوة قوي. هنعمل تفريزات فراخ ولحمة بس. طبعا انا هقسمه لكم كده على فيديوهين علشان الفيديو طويل جدا مني، عدى الحاجة و40 دقيقة، فطبعا قسمته لكم كده على جزئين. بس اول حاجة كده معايا بسم الله الرحمن الرحيم، معايا برغل وفول صويا. لو انت بقى ما عندكيش استعدي انزلي هاتي البرغل وفول الصويا علشان هنشتغل بيهم ان شاء الله في فيديو اللحمة. النهاردة بس هنعمل فيديو ايه، الفراخ. دي التجهيزات بتاعتي. معايا حزمة كزبرة خضراء، ومعايا فلفل احمر واخضر، وهنا معايا كوبايتين من البرغل منقوعين. لا يا ربي ما نقعتوش، غسلته حلو جدا جدا عشان انا جايباه سايب. لو حابه تجيبيه الضحى تمام، نقيه كويس. لو سايب واغسليه كذا مره تحت المياه الجاريه. ومعايا كميه كده من البصل، وكمان كوبايتين الفول الصويا نقعتهم برضو في ميه كده حوالي ربع ساعه، وبعد كده صفيته. احنا النهارده مش يعني انا في الفيديو مش هستعمل معاكم ولا الفول الصويا ولا البرغل، تمام كده. انا هنا بقى اشتريت ايه في الفراخ، اشتريت 3 وراك. قسمت الورك 2 كده، جبتهم كبار وغسلتهم وخليتهم زي الفل. طبعا غسلت كل الحاجة دي قبليها بيوم وسبتها في المصفى كده تتصفى كويس جدا علشان لما اجي اشتغل بيها تبقى ايه، ما فيهاش ميه خالص. جبت كمان عليها كيلو صدور صحيحة. انا عندي فريق بياكل الصدور وفريق بياكل الوراك، فطبعا ما بقدرش اخد الصدور واشتغل بيها. فهقسم كده الحاجة كده مع بعض ان شاء الله، ونشوف هنعمل ايه. جبت كمان كيلو من البانيه، كان عامل 220 جنيه. يبقى انا جبت كيلو بانيه، وجبت كيلو الا ربع صدور، وجبت 3 وراك كانوا عاملين، كل دوت كان عامل 525 جنيه. يلا بقى نقول بسم الله الرحمن الرحيم، وتعالوا نشوف اول حاجة هنعملها ايه. هعمل هنا فراخ شوي. عايزه تجيبي فرخه على بعضها تمام، مفيش مشكله. شوفي انت اللي يريحك وانتوا بتاكلوا ايه واعملي. بتاكلوا وراك بس يبقى زي الفل، هتجيبي وراك وهتجيبي صدور، وتاخدي الصدور تعملي بيها الوجبات اللي هنعملها دلوقتي، والوراك تتبليها كده التتبيله القمر اللي هنعملها. انا بقى هنا باخد من الصدور الحته اللي من ورا اللي عامله زي الموزه دي، وابدا كده اشرح الصدور كده بالسكينه. انا هنا حطيت قطعتين من الوراك وقطعتين من الصدور، وكان فاضل ورك كده مقسوم 2 حطيته برضو معاهم، وهتبلهم تتبيله شوي. معايا هنا بصلايه وطماطميتين وقرن فلفل وفصين توم. هضرب كل الكلام الجميل ده في الكبه، وبعدين هنزل بيه على الفراخ. انا بقى يا ولاد كمان كنت جايبه زبادي ونسيت خالص احطه. عايزه تحطي زبادي حطي، برضو بيطري الفراخ وبيخليها حلوه قوي. بس بجد كميه التوابل اللي هنحطها دلوقتي هتخليها حلوه قوي. هنا معايا 7 بهارات، دي احنا بنعملها في البيت، اللي هي فيها بقى زر وردي وحبهان وكبابة صيني وحاجات كده. ان شاء الله لما تخلص اللي عندنا نبقى نعملها مع بعض. معايا قرفة، معايا رشة فلفل اسود، والسبع بهارات اللي هي بتبقى من عند العطار. ومعايا كمان زعتر، وهحط كمان رشة من السكر وسماق. رشة بقى من السكر، رشة من العسل الاسود او العسل النحل، مفيش مشكلة، وبابريكا مدخنة. عندك صوص باربيكيو حطي. هنا كمان معايا خلطة مشاوي، رحت حاطة برضو شوية وظبطت الملح. وهحط كمان معلقتين كده من الزيت ومعلقة من الخل، وكمان عصر ليمونة. بصي بقى شمي احلى تتبيلة بجد والله العظيم. والحاجة كمان لما بتقعد في الفريزر بتدي ريحة حلوة قوي، وبتشرب بقى من التتبيلة ديت وبتبقى جوسي وحلوة قوي. بس كده قلبي بقى كل ده كده، وبعدين هنشوف نعمل ايه تاني. طبعا دي انا هشويها باذن الله باذن الله. هعملها بقى يا مثلا يا في كيس حراري، يا هحطها كده على شبكة وهدخلها الفرن وتحتيها مية، او هحطها في صينية برضو وهدخلها الفرن تتشوي، وبعدين اسيبها تنشف بقى تحت الشواية، يعني باي طريقة انت حباها. تمام كده. نيجي هنا بقى لباقة الصدور والوراك. معايا ورك ومعايا باقة الايه الصدر، قطعتين كده من الصدر. هتبلها ببصلايه وطماطمايه مضروبين في الخلاط،
وكمان هحط شويه من الجزر، وديت هعملها سلق، يعني هبقى اسلقها كده بكل الكلام الجميل دوت، واخد منها بقى الشوربه بتاعتها، وحطيت لها ملح وفلفل وبس كده، وهشيلها برضو بالتتبيله بتاعتها. كده يبقى معانا اكلتين زي الفل. طبعا الفراخ المشويه هنعملها بقى جنب رز بسمتي، هنعملها جنبي صينيه مكرونه بالبشاميل، جنبي اي اكل. المشويه دي هنطبخ، اللي هي المسلوقه دي هنطبخ عليها، يعني شغال معانا كده في اي حاجه. هاتي برضو اللي انتي عايزاه ومحتاجاه. حابه تجيبي فرخه كبيره وتقسميها، تمام. هنا بقى معايا بصلايه حلوه كده مع قرن فلفل مع شويه كزبره خضراء. يا لهوي، الكزبره يا بنات حلوه جدا عن البقدونس، بجد والله ريحتها تحفه. انا عامه بحب الكزبره عن البقدونس وعن الشبت والبقدونس، يعني البقدونس والشبت. البقدونس والكزبره عندي احلى من الشبت، مش بحب الشبت قوي في كل حاجه. هقطع كده كمية من الصدور، هاخد مثلا حوالي 300 جرام. انا كده يعني واخداهم كده بعناية كده، مش وزنة ولا حاجة، يعني كام كده قطعة من البانيه كده. وهنعمل دلوقتي كفتة فراخ حلوة جدا جدا، وهنزود الكمية بحاجة موجودة عندنا في كل بيت. بس كده هاخد عليهم كمان رغيف كده بلدي، حوالي رغيف الا ربع كده كان متاخد منه يعني، ورحت قطعته بقى عليه كده واقلب كله في بعضه. وطبعا لما يتفرموا في الكبة هيشربوا من بعض، من مية البصل ومية الفلفل، ومش هيبان خالص خالص. بجد جربي هيعجبك جدا. وزودنا الكمية بحاجة بسيطة ومش هبان وما كترناش. الحاجة اللي بتزيد عن حدها يعني بتبقى مش حلوة. خير الأمور الوسط، يعني لما تزودي حاجة بحاجة، يعني هتضيفي مثلا مكون على الفراخ أو اللحمة، حاولي ما تزوديش قوي علشان ما يغيرش الطعم يعني ويمحي بقى طعم الفراخ وكده. شايفين بقى المنظر لما اتفرمت حلو قوي. حطي بقى فلفل اسود وقرفة وكمان بابريكا، وهنحط كمان رشة مشاوي والسبع بهارات، وكمان رشة من البيكنج باودر علشان يدينا هشاشة كده وتتنفخ معانا وتكبر، والفراخ كمان ما بتكشش خالص. وهنحط كمان ملح، يبقى حطينا ملح وفلفل وقرفة وسبع بهارات وبابريكا وكمان بيكنج باودر وشوية من الزيت. وظبطي بقى الملح بتاعك، وخلطة المشاوي حطينا برضو شوية. اعجب بقى كل ده. انت طبعا لو فاضية ريحاها في التلاجة شوية. انا طبعا في اليوم ده كان يوم مليان جدا، وانا طبعا كملت كل التفريزات في نفس اليوم، فاليوم كله كان مليان، يعني من الصبح والله لحد بالليل وانا واقفة. الحمد لله رب العالمين. نفس الحاجة اللي بتتعمل كده معاكم في 10 دقايق ولا في ربع ساعة، في الحياة تتعمل في 10 دقايق وفي ربع ساعة، مش تاخد اليوم كله. بس حضري بقى، انزلي كده وهاتي حاجة في حاجة كده ان شاء الله هتلحقي. كيلو بانيه واعملي منه كده حبة حاجات كده من اللي احنا هنعملها كفتة، هتعملي بانيه شركات، هتعملي مثلا برجر فراخ، هتعملي حاجات حلوة اوي، هتعملي شاورما. يعني صنفي زي ما انت عايزة، انا اديكي افكار، ولو حتى عجبك فكرة واحدة يبقى كده زي الفل. تاني وصفة معايا، خدت هنا 8 قطع كده من الفيليه اللي هو البانيه يعني، وبرده خدت عليه رغيف من العيش البلدي بتاعنا. ما تستغربوش على فكرة، العيش فيه خميرة وهيخلي الوصفات بتاعتنا تبقى نافشة كده وحلوة حلوة نافشة دي. بس قطعي برضه عشان الكبة بتاعتك ما يبقاش الموضوع تقيل عليها. انا بقى بحب اعمل تفريزات كده ان شاء الله لو بسيطه ان شاء الله تكفيني 10 ايام 15 يوم. بجد بتنجز معايا اهو. معايا كمان بيضه حطيتها كده في الكبه معايا وانا بفرم، عشان تخلي الخليط بتاعي كده ايه يلف في الكبه. وهحط كمان بصل بودره وثوم بودره وشويه فلفل اسود وشويه ملح ومعلقه كده من البقسماط وشويه بهارات، 7 بهارات وبس كده. وهظبط الملح بتاعي، ما حطيناش هنا ولا بصل ولا فلفل، هو بس الفينو بس وشوية البيكنج باودر بتوعي وخلاص على كده. وادي تاني وصفة او تالت وصفة. هنا بقى معايا فيجيتار حار على بارد على كورن فليكس. عايزة تطحنيه نص طحنة كده تمام، عايزة تشتغلي بكورن فليكس بس تمام، يعني اللي انت حابة تشتغلي بيه اشتغلي بيه. هنا بقى معايا شوية مية
هبدأ بقى ابل ايدي واخد كده شوية من الفراخ، اي تشكيل بقى يعني. بصي هو تشكيل عشوائي يعني. عايزة تعمليه ناجتس تفرديه كده من على كيس بلاستيك من فوق ومن تحت، وتقسميه مربعات وتعمليه، تمام مفيش مشكلة. بس انا زي ما بقولك كنت مستعجلة وما عنديش وقت ان انا احط في التلاجة وارجع في الفريزر والكلام ده كله. فكله شغال وكله هيبقى طعمه حلو وزي الفل. الكمية دي عملت لي 10 قطع او 9 قطع، يعني هو عملت حوالي 9 قطع. المهم بقى يا ستي الكل، لو وصلت لحد هنا يلا بقى اعملي لايك بسرعة، واشتركي في القناة ونوريني، واعملي شير كتير عشان الكل يستفاد. كده عملنا تاني وصفة او تالت وصفة. ما بعدش يا جيمي يعني، بصي خليها بالبركة كده، ماشية بالبركة. تاني حاجة كده معايا بقى هنا بقت البانيه، خلاص كده البانيه خلص. هفرمه نص فرمة، وهفرم عليك حبة بصل حلوين وحبة فلفل كده حلوين، ودولت هنعصجهم شاورما. هعمل بيها ايه بقى الشاورما؟ طبعا انا زي ما بقول لكم، انا هناك كده كنت بعصج اللحمة. هعصج اللحمة دي ان شاء الله، الحاجات دي هتشوفوها الفيديو الجاي، لاني ما كانش ينفع خالص احطه لكم والله في الفيديو دوت. الفيديو كان طويل جدا جدا ومكنتش عارفه اشرح لكم الوصفات بالظبط وكده. هنا بقى حطيت حبه سمنه على حبه زيت، وبدات كده نزلت بالفراخ اللي نص فرمه ديت، وابدا اشوحها. هتحشي بيها جلاش، هتحشي بيها سمبوسه، هتحشي بيها صينيه فراخ صينيه مكرونه بالفراخ، هتمشي معاكي في كل حاجه. هتحشي بيها صوابع جلاش، يعني بصي حلوه قوي قوي. عايزه بقى تزودي ساعتها عليها زيتون، تمام، حبه جبنه موتزاريلا، حبه جبنه رومي، وهتبقى حلوه قوي. هترمي معايا كميه حلوه قوي دلوقتي هتشوفي. اول ما تغير لونها كده هنزل بالبصل والفلفل. هي هتديها نص فرمه عشان ترمي معاكي كميه كده في الكبه بتاعتك. وانتظري بقى الفيديو الجاي حلو جدا جدا. من كيلو الا ربع لحمه هنعمل وصفات جميله جدا ان شاء الله هتعجبكم. والفيديو ده بقى لو عجبكم قولوا لي كده تحت في التعليقات، وان شاء الله ربنا يقدرني واعمل لكم وصفات اقتصاديه وسهله وبسيطه باذن الله على قد الايد. هنا بقى هتبلها بملح وفلفل وبهارات وقرفه. انا بصوا كل حاجه بعملها بحب احط كل البهارات بجد والله، بتودي الحاجه في حته تانية على فكره. والفراخ من الحاجات اللي بتحب البهارات جدا. وفلفل اسود وشويه بابريكا. عايزه تحطي طماطمايه بس مش دلوقتي بقى، يعني ممكن وانتي بتحشي بيها الجلاش مثلا او المكرونه، تقدري تقطعي طماطم من غير قلب، من غير القلب بتاعها يعني، وتحطي برضو عليها. هزود كمان شويه من الجزر المبشور، بيخلي الحاجات دي مسكره كده وطعمها حلو قوي. يلا بقى يا عسليه انت وهي كده بقى تنشطي وتشجعي، وانزلي الحقي بقى هاتيلك كده كيلو بانيه ولا كيلو ونص بانيه، وابدأي بقى اعملي كده وصفات الحلوه ديت. وان شاء الله ربنا يسهل كده، لو عرفت اعمل حاجات تاني باذن الله هعمل لكم وصفات تانية حلوه قوي. ده كده الجزر اللي كنا بشرينه ومفرزينه، خدت برضو منه شويه ونزلت بيهم على التتبيل الحشوه بتاعتنا الجميله ديت. وخلاص على كده تقلبتين والفراخ ما بتاخدش معانا حاجه، مكعب كده من المرق وزي الفل. اليوم ده بقى ايه كان طويل قوي. ادعولي كده ربنا يديني الصحه والعافيه، واللي يجرب حاجه كده يدعي لي دعوه حلوه كده من قلبه، محرمش منكم ابدا ولا من كلامكم الحلو. هنا بقى الحمد لله بعد ما بردت وعملتها كده وخلصت، هقسمها على طبقين. بصوا بسم الله ما شاء الله، 8 قطع بانيه عملوا معانا طبقين زي الفل، هينفعوكي. يعني الطبق ده حلو قوي على لفة جلاش، هيبقى حلو جدا على صينية مكرونة صغيرة مش كبيرة. طبعا احنا في رمضان مش بنحب نعمل اكل بكتير يعني كتير وكده، علشان ما يقعدش ويترمي مننا، عشان احنا طبعا نقضيها طبعا عصاير على بلح على مش عارف ايه، تيجي نقعد على الاكل ما بيبقاش فيه مكان. انا اليومين دول بصوم حرفيا والله العظيم، بشرب بلح برضه اكني في رمضان بالظبط، واجي اكل بقى خلاص والله ببقى شبعت وخلاص. فاعملي على القد، كل يوم اعملي حاجة جديدة بس اعملي على القد. بس كده دي كانت وصفاتي كده النهاردة، يا رب تكون عجبتكم. مع السلامة.